هو ليه الشخص الفول ستاك بيشتغل أسرع في الشركات عن الفرونت إند أو الباك إند؟ خلّيني أقول لك كده إن تفكير الشركات توفير الميزانية، والشخص لمّا يكون تحت إيديهم multi tasks أو multi skills بيبقوا مرتاحين شوية. يعني إيه يا هندسة؟ يعني لو عندك فرونت إند وباك إند ومرتب كل واحد فيهم ولنفترض 10 قروش، لأ، طب ما إيه رأيك نجيب شخص فول ستاك يشتغل الوظيفتين وياخد 15 أو 16 قرش، تمام؟ يبقى إحنا دلوقتي وفّرنا، وكمان الشخص ده عارفين إن هو multi tasks، لمّا ييجي task كfront end هيشتغلها، لمّا ييجي task كback end هيشتغلها. علشان كده الشركات دايمًا بتحب تشغّل الشخص الfull stack أكتر من الشخص الfront end لوحده أو الback end لوحده. وخُد بالك كمان الشخص الfull stack الشاطر أوي في الback end ونُص، نُص في الfront عادي، والعكس صحيح تمامًا. طيب، علشان كده أنا جاي لك من الصفر بمنحة جديدة وفيها محتوى جديد عن الUI والUX design في رمضان 2025 بإذن الله. فلو عاوز تعرف التفاصيل سيب لي كومنت، وسلام.